هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعي صوت المنتدى الأكارم. ساعة اليوم الأربعاء 13 من يناير أقدمها لكم أنا صلاح محمد زين بقراءة نشرة الأخبار، ثم تستمعون إلى نص البيان الصحفي الصادر من الهيئة المؤقتة للاتصال المنبثقة من ملتقى نيروبي. يلي ذلك حلقة جديدة من محطات الأستاذ أحمد القيسي بعنوان نكون أو لا نكون. متابعة طيبة ومفيدة أرجوها لكم. جر بولو جر بولو وذهب شوك الحمل جر بولو كين بولو وذهب شوك الحمل جر بولو كين بولو جر بولو جر بولو بشوك الحمل جر بولو كين بولو وذا بشوك الحمل جر بولو كين بولو. شبابنا تبقسوا كأرونا بوداي، شبابنا تبقسوا كأرونا بوداي. هقيا حمقت يهو وتقبلوا سكاي، سلاح زور وقلم تاريخ كتب بأدماي. حتى نيده هقيانا قيدني دو السناي حتى نيده هقيانا قيدني دو السناي جر بولو جر بولو وذهب شوك الحمل جر بولو كين بولو وذهب شوك الحمل جر بولو كين بولو. جر بولو جر بولو بشوك الحمل جر بولو كين بولو وذا بشوك الحمل جر بولو كين بولو.
صوت المنتدى. نشرة الأخبار من إذاعة صوت المنتدى، وإليكم أبرز العناوين. الهيئة المؤقتة للاتصال تبدأ أعمالها. حظر سفر مدير التلفزيون الإريتري للعلاج بالخارج. أسمرة تشهد كثافة غير مسبوقة للمنشورات المناوئة للنظام. منع لاجئات إريتريات من الذهاب إلى كنيسة تابعة لعصابة أسمرة بهولندا. تفاصيل الأخبار. أصدرت هيئة الاتصالات المؤقتة المنبثقة عن الملتقى الوطني التشاوري للقوى السياسية في نيروبي بيانا أعلنت فيه عن بدء أعمالها وأسماء أعضاء الهيئة، حيث عقدت عدة اجتماعات لوضع خطة عملها بناء على المهام الموكلة إليها من قبل القوى السياسية التي شاركت في ملتقى نيروبي الذي عقد في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي. هذا وسنقرأ عليكم نص البيان الصحفي عقب النشرة مباشرة. أوقفت السلطات الأمنية إجراءات نقل وكيل وزارة الإعلام ومدير التلفزيون الإريتري المذيع أسملاش أبرها لتلقي العلاج في الخرطوم، وكانت حالة أسملاش الصحية قد تدهورت منذ 5 أسابيع إلى أن فقد القدرة على التنفس الطبيعي، ما جعله يخضع لمعينات التنفس الصناعي عبر ثقب يغذي الرئة مباشرة. وجاء أمر إيقاف إجراءات نقل أسملاش لتلقي العلاج بحجة أن حالته لا تستدعي العلاج بالخارج، وهو أمر تقرره الجهات الطبية وليست الأمنية كما هو معلوم. والجدير بالذكر أن أسملاش أبرها لعب دورا حاسما في إجهاض حركة 21 يناير الجسورة، حيث أشار للفنيين أن يتم بث البيان الذي أجبر على قراءته في خط البث الأرضي عوضا عن البث الفضائي، الشيء الذي نتج عنه عدم وصول البيان للوحدات التي كانت تنتظر البيان على الفضائية كإشارة لنجاح الجزء الأول من العملية، كما أنه ظل أحد الأدوات الطيعة في الآلة الإعلامية لعصبة الهجدف. مع أمنياتنا له بالشفاء من الزاوية الإنسانية البحتة، نذكر الجميع بأن حالته نموذج صارخ لجحود هذا النظام الاستبدادي. مع انقضاء الأسبوع الثاني لاكتمال مسرحية تغيير العملة في إريتريا، تشهد البلاد حالة من الكساد والعوز الناتج عن شح السيولة النقدية، حيث جمعت السلطات العصابة كل الأموال وعجزت عن إنزال الطبعة الجديدة للتداول بالكميات المطلوبة، مما انعكس سلبا على حركة التداول التجاري ومقدار السيولة المتوفرة ورأس المال العامل، فتعطلت مصالح كثيرة، كما انخفض سعر العملات الحرة مقابل النقفة لندرة الأوراق المالية في سوق التداول وليس لقوة شرائية طرأت على النقفة. وحذر مختصون في الاقتصاد من خطر توقف الحياة الاقتصادية في السوق الإريتري بسبب تلك الندرة المفتعلة وإقدام السلطات على حجر أموال المواطنين وتوزيعها لهم بقسط أقل من احتياجاتهم المعيشية اليومية، ناهيك عن كفايته لإدارة أعمالهم التجارية. أقدمت السلطات الأمنية في منطقة وسط أسمرة على اعتقال 20 مواطنا من العاملين في نظافة المدينة والباعة المتجولين وبعض من العاملين في مواقف الباصات السفرية، وذلك على خلفية ظهور منشورات تكشف وتفضح ممارسات السلطة القمعية. وتجري التحقيقات مع أولئك المعتقلين والمعتقلات في سجن كارشيلي للحصول على معلومات عن كيفية توزيع تلك المنشورات التي لوحظ انتشارها بكثافة أعجزت السلطات عن جمعها كما كان يحدث في المرات السابقة. أثار خبر تناولته وسائل الإعلام الرسمية عن تخصيص منحة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ل76 طالبا من طلبة كلية ماي نفحي وطلاب الدفعة 27 المتخرجة من ساوة في العام الماضي، أثار حفيظة الآباء، حيث أن الطلبة المذكورين حصلوا على فرص للدراسة الجامعية في إريتريا
بينما هنالك زملاء لهم لم ينالوا تلك الفرصة رغم أنهم ناجحون، وذلك بسبب محدودية فرص الإجلاس للدراسة الجامعية في البلاد. هذا ويطالب الآباء بتخصيص منحة الإمارات للطلبة المتواجدين الآن في المخيمات العسكرية، ولأولئك الذين أغلقت أمامهم أبواب الدراسة في الخارج بحجة عدم إكمال الخدمة الإلزامية وعدم استيفاء شروط الخروج المتعلقة بصغر السن. ويشير مراقبون لأوضاع الطلاب والشباب في إريتريا إلى أن تداخلات العوامل السياسية أصبحت من المعايير الهامة لحصول الطلاب والشباب لفرص الدراسة أو العمل، مما يجعل تلك الفرص حكرا على الموالين وأبنائهم فقط. منع الجهاز المركزي لاستقبال طالبي اللجوء في هولندا طالبي اللجوء الإريتريين القُصّر من الذهاب للكنيسة الأرثوذكسية بروتردام التابعة للنظام الاستبدادي في إريتريا، والتي تعتبر إحدى واجهاته ويعمل على استغلالها كمنبر دعائي لسياساته. ويأتي منع حضور القداس بسبب ظهور حالات حمل وسط عدد كبير من الفتيات. وذكرت وسائل إعلام هولندية أن جهاز استقبال طالبي اللجوء أصدر قرارا ووزعه على مقرات طالبي اللجوء صغار السن، ثم بموجبه منع طالبي اللجوء الإريتريين من صغار السن من الذهاب إلى الكنيسة الأرثوذكسية وحضور القداس. وكشف القرار عن تعرض الفتيات الإريتريات للاستغلال داخل الكنيسة أو في محيطها، وعاد الجهاز القرار إلى اكتشاف عدد كبير من حالات الحمل وسط الفتيات التي تتراوح أعمارهن من 17 إلى 22 عاما. وامتنع مسؤولو جهاز الاستقبال على اللاجئين بحسب وسائل إعلام هولندية عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الضحايا وعددهن، موضحين أن القضية في يد الشرطة ومركز مكافحة الإتجار بالبشر للتحقيق حولها، وأنها في انتظار نتائج التحقيق. دشنت جبهة التحرير الإريترية يوم الأحد الماضي 10 من يناير الجاري بمدينة لندن كتاب القائد الشهيد عبد الله إدريس محمد الضواء على تجربة جبهة التحرير الإريترية بحضور عدد مقدر من أبناء الجالية الإريترية بالمملكة المتحدة. وافتتح حفل التدشين بكلمة رئيس المكتب التنفيذي للجبهة المناضل حسين خليفة، ثم قدم الأستاذ ياسين محمد عبد الله قراءة نقدية للكتاب وقام باستعراض فصول الكتاب ومحتوياته. هذا ويقع الكتاب في أكثر من 200 صفحة من الحجم المتوسط، احتوت على 18 فصلا تناول فيها الكاتب تجربة جبهة التحرير الإريترية التي وصفها بتجربة نضالية وإنسانية ملك للشعب الإريتري صانع البطولات والأمجاد، واعتبرها تجربة بشرية قابلة للخطأ والصواب. وعبر الكاتب عن أمله في أن يكون كتابه فاتحة للكثير من البحوث والدراسات المفيدة لأجيالنا الراهنة والقادمة. وسنقوم بإذاعة القراءة النقدية ومداخلات الحضور في برامجنا المقبلة إن شاء الله. وفي النبأ الأخير، أعلن في مدينة ميلبورن الأسترالية أمس الثلاثاء 12 من يناير عن هروب أعضاء من الفرقة الفنية التي بعث بها النظام الاستبدادي الحاكم في إريتريا إلى أستراليا والمتواجدة هذه الأيام في مدينة ميلبورن. ونشرت مواقع إلكترونية إريترية معارضة خبر هروب الفنان أخليلوما برهتو والعازف يوسف من الفرقة الفنية المكونة من 6 أعضاء، والتي تم إحضارها من إريتريا لإحياء مهرجان ميلبورن، حيث اعتادت أن تنظمه عصابة أسمرة سنويا عبر قنصليتها العامة. ويأتي هذا الانسلاخ عقب آخر حالة هروب في الأسبوع الماضي ل7 من الطيارين الحربيين الذين كانوا يتلقون التدريب بدولة الإمارات العربية المتحدة. نهاية النشرة. لبا قاعديب والدولة ساقم لسن ولا آكي، لبا قاعديب والدولة ساقم لسن ولا آكي، وانت اقل اتاكاي لا تمكره تتهاقي، قبيو حسركه لا ما حزق الليدي، ايت الطعم هقاقيد حدك فتنيتي دي، حدك فتنيتي دي، ايت الطعم هقاقيد حدك فتنيتي دي، حدك فتنيتي دي.
ودابشوك الحمل جربولو كيمبولو ودابشوك الحمل جربولو كيمبولو جربولو جربولو ودابشوك الحمل جربولو كيمبولو ودابشوك الحمل جربولو كيمبولو اللي فاشل سياسي زعق باطوارو اللي فاشل سياسي زعق باطوارو هوت ملو حزته هيب منه مقارو شعب قرار كل يوم حزق صبح ودرارو جربوا له كم كلب نادت لك بدا فاترو جربوا له كم كلب نادت لك بدا فاترو صوت المنتدى. فيما يلي أقرأ عليكم البيان الصحفي الصادر في 12 من شهر يناير الجاري عن الهيئة المؤقتة للاتصال. عقدت هيئة الاتصال المؤقتة التي انبثقت عن الملتقى التشاوري الوطني للقوى السياسية في نيروبي أولى اجتماعاتها بتاريخ 22 من ديسمبر من العام الماضي. تلتها اجتماعات أخرى، وذلك لوضع خطة عملها بناء على المهام الموكلة إليها من قبل القوى السياسية التي شاركت في الملتقى، والمتمثلة في الآتي: ألف، صياغة رؤية مشتركة وبرنامج عمل بالتشاور مع التنظيمات السياسية من أجل انتقال سلس إلى نظام ديمقراطي. ب، التحضير للاجتماع القادم الشامل لجميع التنظيمات المعارضة لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتسريع التحول الديمقراطي. وقد جرت مناقشات معمقة لخطة عمل الهيئة المؤقتة للاتصال، وتم توزيع المهام فيما بين أعضائها، وتقرر تكثيف الاتصالات بالقوى السياسية الإريترية المعارضة لإنجاز تلك الخطة، فضلا عن التواصل مع الجماهير الإريترية لشرح نتائج الملتقى التشاوري في نيروبي، وتنويرها بالجهود المبذولة لعقد الاجتماع القادم. هذا وستقوم الهيئة المؤقتة للاتصال بإجراء اتصالات بالقوى السياسية التي لم تشارك في الملتقى التشاوري الوطني، وذلك لشرح نتائج الملتقى لها وحثها لتكون جزءا من اللقاء الجامع الذي يتم التحضير له. الهيئة المؤقتة للاتصال، ملتقى نيروبي التشاوري الوطني للقوى السياسية الإريترية. أعضاء الهيئة: محمد أحمد سفر، بشير إسحاق، تسفاي والدنكيل دقيقة، نقاش عثمان، سمريه هبت مريم، سليمان آدم حسين. أحبابنا ما زال في قنديلنا وهج البريق. أحبابنا ما زال في قنديلنا وهج البريق. لم تخمد الأشواق في أعماقنا، لن يزوي نحن الطريق. لم تخمد
الأشواق في أعماقنا لن ينزوي نحن الطريق. الزاحفون مع المدى لن ينحنوا رغم المجادر والحريق. أحبابنا أحبابنا محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. لحظة نكون أو لا نكون وكفانا عبثا. ما يحدث في الساحة الإريترية سياسيا والمتغيرات الخطيرة والمتسارعة التي تحملها تدعو الجميع إلى التوقف والتأمل والقراءة الصحيحة. لقد أصبحت المبادرة واحتكار المشهد السياسي برمته بيد النظام الإريتري بالكامل وبدون خداع للنفس. لقد تجمعت عوامل أقليمية ودولية لتمنح هذا النظام أكسير حياة هو بالنتيجة قاتل للآخرين شعبا وقوى سياسية. إريتريا أكثر الدول في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي استقراراً. شعب برغم معاناته الشديدة لم يعد يقوى في الاستمرار في تقديم قرابين الضحايا حتى يجد في النهاية من يقوم بسرقتها كما حدث في حرب التحرير. نقولها صراحة، في هذه اللحظة التاريخية الحالة السياسية الإريترية أدخلت الشعب الإريتري في حالة من الغيبوبة، وخيار وحيد ومتاح هو الهروب ولا غير. ولم يعد النظام يداري ويخفي هذه الحالة، ولكنه استغلها بذكاء مدهش وسعى لتحويلها إلى مسألة اقتصادية هو عاجز عن حلها بموارده المحدودة. وهكذا فالمجتمع الدولي ومنظماته ملزم بتحمل مسؤولياته في المساعدة. فالهروب الكبير بجحاف لا تعد ولا تحصى من اللاجئين بحثا عن حياة في أوروبا وأمريكا وكندا هو في النهاية هروبا من الفقر والعوز، وبحثا عن حياة أفضل شأنهم في ذلك شأن الآخرين من مهاجري العالم الثالث. وهؤلاء لا يمثلون استثناء بأي حال من الأحوال. ثم إن العالم ليس فارقا ولديه متسعا من الوقت كي ينقب عن الخلفيات للوصول إلى حقائق على شاكلة كيف يعقل لشعب قدم الغالي والنفيس على مدى 30 عاما وآلاف الضحايا كي يسترد وطنه، وحين استرد هذا الوطن التف 300 درجة ليهجر هذا الوطن. إنها قصة إريترية ملحمية، ولكنها في عالم مزقته الصراعات بأنواعها تصبح تحصيل حاصل. أما ما يصاحب رحلات الموت هذه من اختطاف وبيع أعضاء وابتزاز أموال وتعذيب واغتصاب والموت غرقا، كل هذه التراجيديات هي حكايات تبحث عن ضمائر حية تنشغل بها. فالعالم يعيش بحق أزمة قيم وأخلاق وإنسانية.
مهما حاولت منظمات هنا وهناك في تلميع الصورة، فالمصالح والسياسة هي التي تتحكم في نهاية الأمر. بل الأنكى من ذلك، أحيانا تستغل هذه المنظمات الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية، فمهما علت صرخاتنا وعويلنا وبكاؤنا على الحالة المزرية التي بلغت فيها حالة شعبنا، ليست كافية لإسقاط النظام ولن تكون أبدا. والواقع يبرز سؤال وجيه: ماذا جرى في حدوث هذه التغييرات الدراماتيكية؟ أولا، النظام ليس ابن البارحة، فعمر النظام بلغ ربع قرن بالتمام والكمال، فمن لم يتعلم في ربع قرن لن يتعلم حتى قيام الساعة. وعلى امتداد السنوات 25 عاما جرت مياه كثيرة في مجرى النهر، فقد بدأ النظام إنجازاته بسياسات مقامرة وفي حروب دونكوشوتية من عدو للجوار، وتفنن في صناعة العداوات بأنواعها، كان آخرها الحرب المدمرة مع الجارة إثيوبيا، وبدأ في تسويق نفسه بأنه أمريكي الهوى والاتجاه، وفاته إن الكبار لا يتعاملون هكذا، وإن تشابك المصالح لديهم تجعلهم مرنين لأبعد حد في سياقة وترتيب الأصدقاء والأعداء، وأين تكمن مصالحهم القريبة والبعيدة. وهكذا أضاع النظام الحلم الذي سعى إليه كي يلعب دورا أقليميا ترضى به القوى الدولية من خلال تطويع خدماته لكسب الرضا لدى الكبار وتمرير أجندته، ولا سيما الداخلية، على حساب تحييد أي معارضة لهذه الأجندة. ولما حانت لحظة الفرز كنتيجة لإفرازات الحرب الإريترية الإثيوبية، وجد النظام الإريتري أن الحلم قد تحول إلى سراب، وإن القوى الدولية بعيدة جدا في المراهنة عليه، وإن الأفضلية هي لإثيوبيا. وبرهنت على ذلك من خلال تمرير قرارات دولية ضد النظام: العقوبات الدولية، لجنة المتابعة حول دعم النظام لحركة الشباب الصومالية، ثم لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، وأخيرا تمييع القرار الأممي لترسيم الحدود بين ليلة وضحاها. وجد النظام الإريتري نفسه في عزلة، وإن مقامراته قد تحولت إلى اتهامات، وإن الخطوة القادمة هو الانقضاض عليه. ثانيا، كان لهذه الأوضاع انعكاس مباشر على الصعيد الداخلي، فبرز صراع النخبة لقيادات الجبهة الشعبية، وهو الأول من نوعه في ظروف سياسية مختلفة. وللحقيقة والتاريخ كان هذا التحدي الأول للنظام وديكتاتورية النظام. والواقع أن هذه الحركة، والتي عرفت بحركة مجموعة 15 أو G15، قد استندت في معارضتها للسلطة على مستمسكات واقعية تدين النظام ورأس النظام، تحديدا حول مسؤولية الهزيمة أمام إثيوبيا والكيفية التي أدار بها رأس النظام لهذا الصراع. والملفت أن الحركة بدأت في تصعيد الصراع من خلال فتح ملفات سياسية عاشت زمنا كقضايا مسكوت عنها في تاريخ الجبهة الشعبية. وللأمانة التاريخية أن هذه الحركة كان يمكن لها ومن خلالها بزوق فجر جديد لتحديد مستقبل إريتريا، إذ كانت تمثل الأداة في فتح باب الولوج للآخرين للمشاركة في الحياة السياسية التي حاولت الجبهة الشعبية إغلاقه في وجههم. وبرغم أن الحركة مثلت تهديدا حقيقيا للنظام، وأصبح من المؤكد إسقاط التوجه الذي يمثله الرئيس ومجموعته، إلا أنها كانت تحمل بذور موتها السريع للأسباب التالية. أولا، إن مجموعة 15 G15
كانوا خاضعين لوهم أن اللجوء إلى الخيار السلمي والديمقراطي كفيل بالوصول إلى الأهداف، وكأن الحياة السياسية في إريتريا صنعت في السويد، أو أن التقاليد السياسية في إريتريا قد أوجدت لنفسها مدارس وجذور ديمقراطية. ولذا فإن حركتهم اختزلت أمرها في المطالبة بعقد جلسة للبرلمان أو ما يسمى بالمجلس الوطني، وحينها سيتم كشف الأوراق ومحاسبة من يجب محاسبتهم، في اعتقاد واهم بأن أعضاء البرلمان يمتلكون إرادتهم الحرة. وقد نسيت قيادة الG15 إن أعضاء البرلمان هم أناس معينون لا غير. ثانيا، إن الصراعات السياسية والخلافات التي كانت تحكم النخب والأفراد في الحياة السياسية للجبهة الشعبية، وطبيعة هذه الخلافات أكانوا أفرادا أو جماعات، كانت تفتقر إلى النضج وروح المسؤولية. واعتقد جازما بأن الرئيس ومجموعته كانوا ممن يقضون هذه الخلافات حسب المصلحة التي يرونها، ومن هنا تحكمت هذه الخلافات في الرؤية والحكم على المواقف بعد أن تحولت إلى عقد. فالكثيرون ممن كان لهم موقف تجاه الرئيس ومجموعته لم يكونوا مقتنعين بحركة مجموعة ال15 بحجة إن فلان وعلان مع المجموعة، وليس لأن لديهم موقف سياسي ينسجم معهم بحاجة إلى موازرة. ومن سخريات القدر أن الذين قاموا بعملية الاعتقالات للمجموعة هم القادة الفعليين لحركة فورتو. قد تكون هذه الحقيقة صادمة، ولكن ذلك ما حدث، وسيجيء الوقت للبوح بالأسماء، ولكن العبرة هي في التعلم من الدروس. هذين العاملين الأساسيين إلى جانب العوامل الأخرى، ومنها دعوة الشعب للمشاركة والمؤازرة والتأييد في الوقت الذي لم يذكر مطلقا في شهور العسل الماضية، وكأن النتيجة السلبية المطلقة تجاه كل ما حدث. وهكذا ضاعت فرصة تاريخية على الشعب الإريتري في استقلال هذا الحدث ليمثل في حده الأدنى مدخلا لتصحيح الخلل والانفراد في الحياة السياسية والمشاركة في صناعة القرار السياسي. ومن طبائع الأمور أن التاريخ لا يغلق الباب ويفتح أخرى من العدم، بل يفتح صفحة جديدة في سياق تداعيات الصفحات الأخرى. وهكذا مثلت نتائج حركة الG15 المأساوية حالة من التململ والتساؤلات، ونشط الجهاز الأمني للنظام في بث الرعب والخوف، وشملت الاعتقالات كل من تلفظ بالنقد أو الاحتجاجات على موقف أو تصرف معين. وقد أكون شاهدا على حادث اعتقال مجموعة من الكوادر تلفظوا ببعض الكلمات المسيئة للرئيس ووضعوا في المعتقل، وحسب علمي فقد قضوا نحبهم في السجن من سوء المعاملة والإهمال. لم يمضي الوقت طويلا حتى فوجئ العالم بحركة هي أقرب إلى مشاهد انقلابات العالم الثالث أبان الستينات. تم الاستيلاء على التلفزيون، وصدر البيان رقم 1، وكان رائعا ومعبرا عن رغبة مكبوتة لدى الشعب، محصورا في نقاط 3: تفعيل الدستور، إعفاء الرئيس من مهامه، الإفراج عن المعتقلين السياسيين. وتم إسكات التلفزيون من خلال التحكم عن بعد، وهي سمة الأنظمة الاستبدادية في السيطرة على كل كبيرة وصغيرة تمثل تهديدا لوجودها. وبعد أن تم إخراس التلفزيون تمكن النظام من السيطرة على تهديد الحركة الانقلابية كالعادة من خلال موجة من التصفيات وظهور الديكتاتور عبر التلفزيون. وبروح المجتهد بدأ في التقليل من شأن الحركة، وبوصف القائد القتيل وكأنه معتوه فاقد للعقل. ولكن خارج مبنى التلفزيون والاستديوهات كان هناك نشاط محموم للأجهزة الأمنية في قيادة حملة واسعة من الاعتقالات الهستيرية. والملفت والمحير أنها اقتصرت على العناصر الإسلامية والذين يتبوؤون مناصب عليا في الدولة والحزب،
وكان واضحا من خلال ذلك إن الحركة في عرف وفقه النظام إسلامية التوجه، وبهذا الفعل في اعتقادي وضع النظام الأساس الأول في الطلاق مع الطائفة الإسلامية. وقد صرح أحد أركان النظام إن حركة فورتو قام بها متطرفون إسلاميون. وهنا نحمد الله أن منحنا الله العمر حتى نشاهد النظام متربعا كان في حلف إسلامي، زد على ذلك وبنكهة مذهبية أيضا. والواقع أن حركة فورتو تحمل الكثير من الأسرار خلاف ما يبدو إنه عملا ارتجاليا. وتستمر الأزمة، أزمة بلد وأزمة شعب وأزمة نظام. مع أزمة النظام داخليا بتعبيراتها السياسية والاقتصادية، كانت هناك أزمة خارجية في العزلة التي فرضت على النظام وترسيخ واقع لا حرب ولا سلام. ومع كل صباح جديد كان هناك نشاط محموم لهيئات ولجان منبثقة من المنظمة الدولية لمتابعة ما يعتبر ممارسات النظام الإريتري التخريبية في الأقليم ومراقبة العقوبات على توريد الأسلحة. وعند هذه النقطة يسوق النظام إن العقوبات تشمل أيضا الأشياء الأساسية للشعب في حركة إذكاء أجوف كي يسبق هذه المسألة بأن المستهدف هو الشعب الإريتري وليس النظام ومقامراته الطائشة. وبدأ النظام نشاطه الدبلوماسي مستندا على قاعدة العداء على أمريكا وبأنها تقود حربا على إريتريا ونظامها، حتى بلغت المسألة حدا استدعى فيها تدخل الرئيس المصري حينها السيد حسني مبارك، حين طلب من الرئيس سياسة تخفيف من الهجوم على الولايات المتحدة ومعالجة المسائل بوسائل أخرى. فما كان من دكتاتور إريتريا إلا أن قال: نحن حتى الآن لم نعرض سوى الكرت الأصفر ولم نصل بعد إلى استخدام الكرت الأحمر، وذلك تشبيها لما يحدث في ملاعب كرة القدم. ولكن في حالتنا هذه فإن الكرت الأحمر يعني الحرب وليس الطرد. فما كان من الرئيس مبارك إلا أن ابتسم وسكت. الواقع إن النظام لم يكن غافلا، فقد استخدم دبلوماسية نم عن ذكاء، فقد متن علاقاته مع جمهورية مصر ودولة قطر من ناحية، وبدأ في تحرك مناوئ للولايات المتحدة وعلى رأسها إيران. وقام رئيس النظام بزيارة إيران في عهد الرئيس أحمد نجاد، وهو العهد المعروف بقمة مواجهته مع الولايات المتحدة. ومتن علاقاته مع الرئيس معمر القذافي، وبرغم مزاجية الرئيس الليبي وبهلوانية علاقاته إلا أن الرئيس السياسي حاول بقدر كبير أن يستثمر تلك العلاقة ليوحي بأنه يساير على نهج هؤلاء في العداء ضد أمريكا ومصالحها. لم يبقى للرئيس سوى كوريا الشمالية حتى تكتمل زفتي في مهرجان هذا العداء، ولكن كوريا كان يتم الاتصال بها عبر بمافيا السلاح اليمنيين لإجراء بعض الصفقات لشراء الأسلحة، وذلك موثق لدى لجنة المتابعة التابعة للأمم المتحدة. كانت قطر وجمهورية مصر النافذة للإطلال على الأمريكيين، ويتم من خلالهم إيصال الرسائل واستقبال المطالب وجس نبض الطرف الأمريكي. ويبدو رغم هذا الجهد وتعاون هذه الدول إلا أن الآذان الأمريكية كانت صماء إلى حد بعيد، متمسكين بإخضاع النظام. أما إيران فقد تم تشغيل الآلة الخفية عبر سفاراته في بعض الدول العربية بتمرير أخبار كاذبة لبعض الصحف في منطقة الشرق الأوسط بأن هناك اتفاق بين إريتريا وإيران باستخدام ميناء عصب كمقر الأسطول الإيراني في البحر الأحمر وخليج عدن. بينما واقع الأمر إن الموضوع الذي طرح للإيرانيين كان يتعلق بمصفاة تكرير البترول في عصب. في خضم حرب الأخبار والمعلومات المشوشة بدأنا نسمع عن قرائب الأمور بما لا يتسق مع المنطق، كمثال عن قاعدة إيرانية وإلى جانبها قاعدة إسرائيلية. وشخصيا
لا أعتقد أن النظام كان بعيدا في تمرير هذه الإشاعات، هذا إلى جانب بلادة الإعلام العربي في تلقفه هذه الأنواع من الأخبار والإثارة التي تحملها، ولكنها في المحصلة كانت تخدم النظام الإريتري. إن الطابع السوقي للدبلوماسية التي اعتمدها النظام بالانعطاف بشكل حاد نحو إيران وليبيا القذافي ومد جسور نحو روسيا كرد فعل على موقف الولايات المتحدة والدول الغربية، وها هو نفس النظام اليوم ينعطف 180 درجة باتجاه معاكس بعد أن تهيأ المناخ لهذا الانعطاف بقيادة القذافي بصورة تراجيدية. وما وفرته الحرب في اليمن من سياقة جديدة للتحالفات التي فرضتها هذه الحرب، وبحكم الواقع الجغرافي والتداخل البشري بين اليمن وإريتريا أصبح الدور الإريتري مطلوبا وملحا في دعم عمليات التحالف وتوفير المطارات والموانئ الساحلية لخدمة عمليات التحالف، بل إمكانية المشاركة الفعلية. لم يضيع النظام الفرصة التي هبطت من السماء، ولم يراعي ما يمكن أن يحدث مستقبلا في علاقة البلدين، سيما مع الجهل التام بحقائق الأزمة اليمنية وطبيعة وخلفيات هذا الصراع. جل ما فكر فيه النظام هو كيفية استثمار هذه الأحداث والتطورات. وتوجه رئيس النظام في جولة مكوكية العربية السعودية والخليج بعد قطيعة دامت سنوات، وتسارعت الأمور وتناقلت الأخبار عن التسهيلات الممنوحة لقوات التحالف في المطارات والموانئ الإريترية، بل والمشاركة الفعلية في العمليات العسكرية سيما في معارك باب المندم وجزيرة حنيش. وبغض النظر عن المشاركة وحجمها، يبرز السؤال المهم والأساسي: ما هي الدوافع الأساسية للنظام في السعي بصورة محمومة للمشاركة في حرب ليس للشعب الإريتري ناقة ولا جمل فيها، بل والأنكى من ذلك أن يعلن النظام انضمامه للحلف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب؟ في اعتقادي بديهيا ليس هناك من نظام في هذا العالم يقف ويعلن إنه مع الإرهاب. المشكلة تكمن في مفهوم تعريف الإرهاب. هذه العقدة وهذا الالتباس أدى بالضرورة إلى تطويع مسألة محاربة الإرهاب لأغراض خارج السياق الحقيقي، بحيث طوعت هذه المحاربة لخدمة أجندات سياسية لأنظمة وقوى سياسية، وهذه هي علة هذا العالم ومشكلته. ضمن هذا الواقع، ما المغزى في الانضمام إلى هذا الحلف وبهذه السرعة، ودون اعتبار للملابسات التي يحملها من طابع ديني ومذهبي في وسط صراع أقليمي متصاعد يوما بعد يوم؟ لقد طلب من الأردن تقديم قائمة حول تصوره للمنظمات الإرهابية القريبة. إن الأردن قدم قائمة ب130 منظمة إرهابية، هكذا وببساطة. إذن ماذا سيقدم النظام الإريتري حول ما يعتقده من منظمات إرهابية؟ وبالمختصر المفيد، النظام سيقدم المعارضة الإريترية بأطيافها المختلفة وبمستويات بين الخطر والمتوسط والأقل خطرا، ولكنها في نهاية المطاف إرهابية في سعي لتوجيه الضربة القاضية والعزلة الأبدية. هذا هو المغزى الحقيقي للمشاركة والانضمام إلى الحلف. ثم تأتي بقية الأمنيات تباعا: التقرب للولايات المتحدة، وفي النهاية الحصول على الدعم الاقتصادي والمالي. نحن أمام مرحلة دقيقة وظروف سياسية تصنع واقعا جديدا تضع معارضتنا في محك حقيقي ودقيق. هل تحسن هذه المعارضة قراءة الواقع الجديد والانعطاف الذي قام به النظام، أو إن النظام قد تعلم من تاريخه المليء بالحماقات، بينما ما يزال القيمون بقيادة المعارضة وجماهيرهم غارقين في جهلهم السرمدي؟ لكم التحية، وإلى حلقة قادمة. أحمد القيسي. محطات مع أحمد القيسي.
المحطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. خلف الغيود الأرض تعبق بالشذا. أحبابنا لا تنزوا خلف الغيود الأرض تعبق بالشذا. وعلى المدى صبح وليد العفق قد سكب السنا. وعلى المدى وليد العفق قد سكب السماء. والعزم يبعث في الربا المعنى الجديد، فلم لا أتى والدرب يهدر بالنشيد. أحبابنا يا أحباب نصنع مجدنا. أحبابنا دق الجدار بالحق نصنع مجدنا. أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا. أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا. أحبابنا لن يختفي وضح النهار في أرضنا. أحبابنا أحبابنا بالحق نصنع مجدنا. أحبابنا دق الجدار بالحق نصنع مجدنا. أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا. أحبابنا الصمت يطمس صوتنا.
لم يخسف في وضح النهار في أرضنا أحباب أحبابنا أحبابنا أحباب صوت المنتدى. نشرة الأخبار من إذاعة صوت المنتدى، وإليكم أبرز العناوين. الهيئة المؤقتة للاتصال تبدأ أعمالها. حظر سفر مدير التلفزيون الإريتري للعلاج بالخارج. أسمرة تشهد كثافة غير مسبوقة للمنشورات المناوئة للنظام. منع لاجئات إريتريات من الذهاب إلى كنيسة تابعة لعصابة أسمرة بهولندا. تفاصيل الأخبار. أصدرت هيئة الاتصالات المؤقتة المنبثقة عن الملتقى الوطني التشاوري للقوى السياسية في نيروبي بيانا أعلنت فيه عن بدء أعمالها وأسماء أعضاء الهيئة، حيث عقدت عدة اجتماعات لوضع خطة عملها بناء على المهام الموكلة إليها من قبل القوى السياسية التي شاركت في ملتقى نيروبي الذي عقد في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي. هذا وسنقرأ عليكم نص البيان الصحفي عقب النشرة مباشرة. أوقفت السلطات الأمنية إجراءات نقل وكيل وزارة الإعلام ومدير التلفزيون الإريتري المذيع أسملاش أبرها لتلقي العلاج في الخرطوم. وكانت حالة أسملاش الصحية قد تدهورت منذ 5 أسابيع إلى أن فقد القدرة على التنفس الطبيعي، ما جعله يخضع لمعينات التنفس الصناعي عبر ثقب يغذي الرئة مباشرة. وجاء أمر إيقاف إجراءات نقل أسملاش لتلقي العلاج بحجة أن حالته لا تستدعي العلاج بالخارج، وهو أمر تقرره الجهات الطبية وليست الأمنية كما هو معلوم. والجدير بالذكر أن أسملاش أبرها لعب دورا حاسما في إجهاض حركة 21 يناير الجسورة، حيث أشار للفنيين أن يتم بث البيان الذي أجبر على قراءته في خط البث الأرضي عوضا عن البث الفضائي، الشيء الذي نتج عنه عدم وصول البيان للوحدات التي كانت تنتظر البيان على الفضائية كإشارة لنجاح الجزء الأول من العملية، كما أنه ظل أحد الأدوات الطيعة في الآلة الإعلامية لعصبة الهجدف. مع أمنياتنا له بالشفاء من الزاوية الإنسانية البحتة، نذكر الجميع بأن حالته نموذج صارخ لجحود هذا النظام الاستبدادي. مع انقضاء الأسبوع الثاني لاكتمال مسرحية تغيير العملة في إريتريا، تشهد البلاد حالة من الكساد والعوز الناتج عن شح السيولة النقدية، حيث جمعت سلطات العصابة كل الأموال وعجزت عن إنزال الطبعة الجديدة للتداول بالكميات المطلوبة، مما انعكس سلبا على حركة التداول التجاري ومقدار السيولة المتوفرة ورأس المال العامل، فتعطلت مصالح كثيرة، كما انخفض سعر العملات الحرة مقابل النقفة لندرة الأوراق المالية في سوق التداول وليس لقوة شرائية طرأت على النقفة. وحذر مختصون في الاقتصاد من خطر توقف الحياة الاقتصادية في السوق الإريتري بسبب تلك الندرة المفتعلة وإقدام السلطات على حجر أموال المواطنين وتوزيعها لهم بقسط أقل من احتياجاتهم المعيشية اليومية، ناهيك عن كفايته لإدارة أعمالهم التجارية. أقدمت السلطات الأمنية في منطقة وسط أسمرة على اعتقال 20 مواطنا من العاملين في نظافة المدينة والباعة المتجولين وبعض من العاملين في مواقف الباصات السفرية، وذلك على خلفية ظهور منشورات تكشف وتفضح ممارسات السلطة القمعية. وتجري التحقيقات مع أولئك المعتقلين والمعتقلات في سجن كارشيلي للحصول على معلومات عن كيفية توزيع تلك المنشورات التي لوحظ انتشارها بكثافة أعجزت السلطات عن جمعها كما كان يحدث في المرات السابقة.
أثار خبر تناولته وسائل الإعلام الرسمية عن تخصيص منحة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ل76 طالبا من طلبة كلية ماي نفحي وطلاب الدفعة 27 المتخرجة من ساوة في العام الماضي. أثار حفيظة الآباء حيث أن الطلبة المذكورين حصلوا على فرص للدراسة الجامعية في إريتريا، بينما هنالك زملاء لهم لم ينالوا تلك الفرصة رغم أنهم ناجحون، وذلك بسبب محدودية فرص الإجلاس للدراسة الجامعية في البلاد. هذا ويطالب الآباء بتخصيص منحة الإمارات للطلبة المتواجدين الآن في المخيمات العسكرية ولأولئك الذين أغلقت أمامهم أبواب الدراسة في الخارج بحجة عدم إكمال الخدمة الإلزامية وعدم استيفاء شروط الخروج المتعلقة بصغر السن. ويشير مراقبون لأوضاع الطلاب والشباب في إريتريا إلى أن تداخلات العوامل السياسية أصبحت من المعايير الهامة لحصول الطلاب والشباب لفرص الدراسة أو العمل، مما يجعل تلك الفرص حكرا على الموالين وأبنائهم فقط. منع الجهاز المركزي لاستقبال طالبي اللجوء في هولندا طالبي اللجوء الإريتريين القُصّر من الذهاب للكنيسة الأرثوذكسية بروتردام التابعة للنظام الاستبدادي في إريتريا، والتي تعتبر إحدى واجهاته ويعمل على استغلالها كمنبر دعائي لسياساته. ويأتي منع حضور القداس بسبب ظهور حالات حمل وسط عدد كبير من الفتيات. وذكرت وسائل إعلام هولندية أن جهاز استقبال طالبي اللجوء أصدر قرارا ووزعه على مقرات طالبي اللجوء صغار السن، ثم بموجبه منع طالبي اللجوء الإريتريين من صغار السن من الذهاب إلى الكنيسة الأرثوذكسية وحضور القداس. وكشف القرار عن تعرض الفتيات الإريتريات للاستغلال داخل الكنيسة أو في محيطها، وعاد الجهاز القرار إلى اكتشاف عدد كبير من حالات الحمل وسط الفتيات التي تتراوح أعمارهن من 17 إلى 22 عاما. وامتنع مسؤولو جهاز الاستقبال على اللاجئين بحسب وسائل إعلام هولندية عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الضحايا وعددهن، موضحين أن القضية في يد الشرطة ومركز مكافحة الإتجار بالبشر للتحقيق حولها، وأنها في انتظار نتائج التحقيق. دشنت جبهة التحرير الإريترية يوم الأحد الماضي 10 من يناير الجاري بمدينة لندن كتاب القائد الشهيد عبد الله إدريس محمد الضواء على تجربة جبهة التحرير الإريترية بحضور عدد مقدر من أبناء الجالية الإريترية بالمملكة المتحدة. وافتتح حفل التدشين بكلمة رئيس المكتب التنفيذي للجبهة المناضل حسين خليفة، ثم قدم الأستاذ ياسين محمد عبد الله قراءة نقدية للكتاب وقام باستعراض فصول الكتاب ومحتوياته. هذا ويقع الكتاب في أكثر من 200 صفحة من الحجم المتوسط، احتوت على 18 فصلا تناول فيها الكاتب تجربة جبهة التحرير الإريترية التي وصفها بتجربة نضالية وإنسانية ملك للشعب الإريتري صانع البطولات والأمجاد، واعتبرها تجربة بشرية قابلة للخطأ والصواب. وعبر الكاتب عن أمله في أن يكون كتابه فاتحة للكثير من البحوث والدراسات المفيدة لأجيالنا الراهنة والقادمة. وسنقوم بإذاعة القراءة النقدية ومداخلات الحضور في برامجنا المقبلة إن شاء الله. وفي النبأ الأخير، أعلن في مدينة ميلبورن الأسترالية أمس الثلاثاء 12 من يناير عن هروب أعضاء من الفرقة الفنية التي بعث بها النظام الاستبدادي الحاكم في إريتريا إلى أستراليا والمتواجدة هذه الأيام في مدينة ميلبورن. ونشرت مواقع إلكترونية إريترية معارضة خبر هروب الفنان أخليلوما برهتو والعازف يوسف من الفرقة الفنية المكونة من 6 أعضاء، والتي تم إحضارها من إريتريا لإحياء مهرجان ميلبورن، حيث اعتادت أن تنظمه عصابة أسمرة سنويا عبر قنصليتها العامة. ويأتي هذا الانسلاخ عقب آخر حالة هروب في الأسبوع الماضي ل7 من الطيارين الحربيين الذين كانوا يتلقون التدريب بدولة الإمارات العربية المتحدة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم. شكرا لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد بمشيئة الله. ابقوا على خير وعافية.